وسط ميدان المولودية. طبعا هذا بين تغييرات المدرب كازوني يلعب برأس حربة واحد اللي هو المهاجم المالي عبد النور برنابيس، ودخل نظن بالتشكيله اللي تكلمنا عليها 4-4-3، خاصه ان حشود موجود في الجهه اليسرى كلاعب رواق. يلعب ب هذا هو حشود عبد الرحمن الذي غاب عن التشكيله الاساسيه في مباراه اياب الدور ربع النهائي من الكاف. عاد امام شباب قسنطينه. الكره مخالفه ليونس سفيان، يلعب امام فريقه السابق والاخر يونس صالح، وجال في مختلف الملاعب في الشباب وفي الوفاق وفي الاتحاد الحراش. يلعب في اولمبي المديه في سنه 35 سنه. هذه الكره العاليه والتدخل من المهاجم، طبعا تمكن منها المهاجم رقم 77 خلدي. غيابات مؤثرة أكيد في تشكيلة أولمبي المدية. هذا ماذا دائما تكلمنا بلال ان محيرني بالدور المنصب منصب حشود عبد الرحمن. يلعب يعني شاهدنا امام شباب قسنطينه في هذا المنصب، واليوم اعتمد عليه كازوني رغم انه كانت الانتقادات كثيره للمدرب هذا باعتماده على حشود في الجهه اليسرى، لكن اليوم شاهدوه دائما في الجهه اليسرى. ممكن مطالب بالدخول في قلب الدفاع الفريق على الجهه على رجله اليمنى، ممكن تكون هنا تحس بالتسرع وعدم الخبره بالنسبه للاعب هذا اللاعب بوسالم، اللي انا ممكن عندي نقول لك نقطه على هذا اللاعب منذ عنده 21 دقيقه من اللي بدات المباراه. عنده تعليمات من طرف سيد احمد سليماني انه هو ما يصعدش كثير، يراقب الرواق اللي هو اللي يكون فيه حشود وبدبوده. نعم عبد النور، الكرة من هناك لبرنابيس المهاجم المالي، ولكنها خارجة إلى التماس، لم تصله ولا كرة من الكرات المولودية ما عدا كرة ثابتة من عبد الرحمن حشود. لم تقم بأي محاولة تقريبا أمام أولمبي المدية وأبو سالم في إعادة الكرة إلى الميدان باتجاه الأمام. البحث عن مصفار، التدخل من شريف الوزاني، تعود لبو سالم بين لاعبين بوهنا. برنابيس الكرة يلعبها مع حشود عبد الرحمن. اعتقد بان حشود عبد الرحمن ضايع في منصبه الجديد. هاي الكرة لأماضة التمريرات او لمنصوري، هل ستصل لبرنابيس؟ هل سيسدد الكرة؟ تسترجع من دفاع اولمبي المدية المستميت حاليا، يسترجعها عزي، يلعب مع برنابيس، يفتح مع شريف الوزاني على الجهة اليسرى. ان يوجد من هذا مؤذن، وادنا المؤذن ووزع المؤذن في الكرة الأخيرة، ولكنها سالة لشيكر، وحكم المباراة يقول بأنه فيه مخالفة أو فعل النور إلى حد الآن من دون فعالية هجومية عناصر المولودية على أرضية الميدان. هل هو طريقة اللعب التي يلعب بها المدرب سيد أحمد سليماني هي من تسكت هؤلاء على المدرجات ربما، ولم تمنح لفريقهم الحلول حتى يصلوا لما يريد هؤلاء؟ هي صحيح، يعني طريقة اللعب درس الأوفياء. يعني المدرب سيد احمد سليماني درس كثير فريق مولودية الجزائر. لما تشوف بداية المباراة غلق المنافذ، يعني حتى في قلب الدفاع بتاع فريقه ما خلاش يعني الكرات البينية بالنسبة لمولودية الجزائر. لكن مولودية الجزائر راهو يعني يمشي الكرة، يستعمل عرض الملعب، وهذا شيء إيجابي. والشيء الإيجابي فريق في مولودية الجزائر هو عدم تسرع في بداية المباراة، عدم التسرع طبعا. ونحن نلعب الدقيقة 24. دائما التعادل السلبي السيد، الموقف 0-0 أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم. هي مباراة مؤخرة عن الجولة الرابعة من المحترف الأول. مباراة أخرى انطلقت بداية من 5 مساء بين اتحاد بالعباس واتحاد الجزائر. إعادة تنفيذ المخالفة من مكان وقوعها من دمو يلعب مع بوانا يعود لدمو. دمو يبحث عن الحل يجده في الوسط مع أمادا بدوره مع عبد الرحمن حشود. تعود لأمادا المولودية والبحث، التسديد، انطلقت في هجمة معاكسة على الجهة اليمنى. ضاعت الكرة جميلة في ظهر الدفاع، ولكن الدفاع حاضر.
مصفار يحتفظ بها، مصفار يبحث عن الحل، يجد في من. التدخل كان قوي. البطاقة الصفراء سيمنحها الحكم لا على بوشيبا. التدخل سنشاهد الإعادة من عزي أيوب، ولو أنه كان فقد نوعا ما التوازن. بوشيبا شاهد هيا البوشيبا كان فقد توازنه، لكن حتى التدخل كان قوي. لكن كان بإمكانه عزي يعني تفادي هذا التدخل هذا. يعني الحكم البطاقة الصفراء لم يشهرها في هذا التدخل. بوشيبا يبدو بأنه أصيب على مستوى الركبة بعد سقوطه السيء. المباراة متواصلة في حدود دقيقتها 39. أنصار المولودية ما زالوا يترقبون، ما زالوا ينتظرون، ربما لم يكونوا يتوقعون بأن المباراة ستكون صعبة أمام فريق شاب، أمام فريق انهزم في الجولة الماضية على أرضية ميدانه وفي عقر الديار، فريق أولمبي المدية الذي اكتفى بتعادل في الجولة الأولى أمام دفاع تاجنانت، ثم انهزم في الجولة الثانية ببلعباس بثنائية مقابل هدف. فريق أولمبي المدية استعاد التوازن في الجولة الثالثة بعد الفوز أمام اتحاد الحراش بهدف مقابل 0. الكرة ثم أجلت مباراة هذه التي تلعب اليوم في وضعية تسلل قبل أن يسقط في الجولة الخامسة أمام اتحاد بسكرة بثنائية مقابل هدف، في حين المولودية التي قيل فيها الكثير بعد أن عادت في أولى خرجتها بالزاد كاملا من ميدان اتحاد بسكرة وبهدف مقابل 0 اكتفت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في الجولة الثانية هنا من دون جمهور أمام وفاق قسطيف. المولودية سقطت في الديربي أمام شباب بلوزداد بثنائية، ثم تلعب هذه المباراة أمام أولمبي المدية وانهزمت أمام شباب قسنطينة. بين هذا وذاك كان إقصاء مر من ربع نهائي كاس الكاف. أظن بلال بالنسبة للأولمبي المدية الفريق شاب طموح، لاعبين طموحين، لاعبين حابين يبرزوا في القسم الوطني الأول، تأقلموا بسرعة في المباريات الأولى رغم أن الهزيمة الأخيرة ضد اتحاد بسكرة، لكن لما تشوف من الناحية التكتيكية والبدنية لاعبين واجدين، وشاهدنا أنه بدا يخرج الفريق الأولمبي المدية وحذاري من الهجمات المعاكسة اللي راهو يعني يستغلها مصفار ويونس. هذا بأن أكيد بأنه سيد أحمد سليماني يخبئ أشياء كثيرة في مباراة اليوم، خاصة في المرحلة الثانية يلعبها بدبودة. توصلوا لمن المؤذن رائع، يلعب بامتياز المؤذن تقريبا كل الكرات لم مباراة المولودية تدرك تمام الإدراك بأن العد التنازلي بدأ، وبأن الدقائق التي تذهب لن تعود، وبأن بمرور الدقائق سيتسرب الشك لنفسية اللاعبين. هو التسرع، هاي كرة صعبة في آخر لحظة أمام برنابيس. هذا التدخل الرائع من المولودية يبدو بأنها ضيعت أولى المحاولات. وتكلمنا أن الدخول بقوة فريق مولودية الجزائر وهذا اللي راهو يحصل، لكن برنابيس دائما اللمسة الزائدة هي اللي تخليه ويلحق عليه المدافع تاع أولمبي المدية. اللمسة الثانية والخروج الثاني وجها لوجه من برنابيس. هذا منصوري يحتفظ بالكرة ويلعبها مع أمادا يحتفظ بها ويبحث عن الحل، ولكن الرقابة الدفاعية أشبال المدرب سيد أحمد سليماني يبدو بأنهم لا يتعبون لا يكلون ولا يملون. وهذه الكرة لمنصوري يلعبها مع أمادا، من يطلبها في المحور مؤذن ولكن التدخل. القراءة السليمة لمسار الكرة واتجاه الكرة من مدافع الأولمبي، تلعب مع فوزي شوشي على الجهة اليمنى، يفتحها فوزي شوشي يلعب مع بوهنا، تعود الكرة لمنصوري يتركها لبوهنا، بوهنا بعيد عليه صانع الألعاب، من ياخذ الكرة على عاتقه. التدخل من المدافع، ما زال الخطر. عزي يلعب مع أمادا، طويلة من أمادا في المحور، هل سيسقط؟ لا، الحكم يقول 5 أمتار و50.
تحس باللي التسرع تاع لاعبين مولودية الجزائر بداو يعني يحوسوا على ضربات الجزاء، وهذا ما راحش يكون في صالحهم، راح يعني حتى يدخلوا في نرفزه. هنا شاهدنا دخولهم بالكره، بدا الريتم يعني يرفدوا الريتم بالنسبه للفريق اولمبي المديه. اولمبي المديه تكلمنا عليهم انه راح يتمركزوا في الدفاع، وهذا اللي رانا نشاهدوا فيه، لان الاولمبي المديه راهو يهاجم بلاعب واحد بلال، وهو اللاعب مصفار. مصفار المهاجم السابق لشباب باتنا وجمعية الخروب والعديد من أندية الشرق. المباراة مستمرة ومتعادلة في دقيقتها 49، 0 مقابل 0. فوزي شوشي أصبح أكثر لمس للكرة. فريق منظم جيدا، فريق حسن الانتشار والتوزيع. هذا عزي يلعب مع أمادا، تلعب على الجهة اليسرى. من هناك يوجد عبد الرحمن حشود. عبد الرحمن حشود العودة إلى دمو بوهنا في منطقة المنتصف، في منطقة صانع الألعاب غير موجود ولا لاعب. هاي كرة صعبة لصالح بوهنا، هل ستوزع هذه الكرة؟ التوزيع والتدخل. الكرات العالية قلنا بأنه يحبذها كلها اللي بن عمار وبوشيبه يعني، وحتى بوشريط كلها كل كرات خذاهم الدفاع اولمبي المديه. اظن الدفاع متمركز كما ينبغي، قراءه جيده من طرف الدفاع الفريق اولمبي المديه. هذا امادا ضاعت له، خالف الدفاع. التدخل كان امام إزماني محمد قادم من الرمشي. ليس من السهل انك تلعب امام فريق خالد الى الدفاع، امام فريق ملتف تنتظر الاخطاء. وهنا تشوف الثقه ناقصين ثقه المهاجمين تاع اولمبي المدينه، كان بامكانهم يستغلوا هذه الفرص فعلا. المؤذن يلعبها قصيره امام هشام نقاش، ضايعه اللي بكل خير، كل خير يطلبها يونس سفيان يلعب امام مطراني سرعان ما تضيع له الكره وتعود مباشره. فوزي الشوشي بالرجل، ممنوع عليه اللمس باليد في هذه الوضعيه. الكره بين لاعبين، يتفوق لاعب الاولمبي، يفتح اللعب من هناك. العشر دقائق الاخيره من الوقت الرسمي لهذه المباراه، التعادل 0 مقابل 0. طويله من شيكير باتجاه الامام. فوزي الشوشي وبوهنا القادم من شباب قسنطينة، اللاعب المدافع المغترب، يلعب مع دمو بوهنا يجيه المؤذن يطلبها سيد احمد عواج، توصلوا سيد احمد بدوره في الوسط مع شريف الوزاني، تمر كما ينبغي مع منصوري. من هناك الكرات تمر بطريقة رائعة بين عناصر المولودية، ولكن من دون فعالية هجومية جميلة من سيد أحمد عواج. التوزيعة منفى الاستقبال، يسقط، ما زال الخطر. عزي أيوب ضاعت له هذه الكرة، يواصل التوزيعة، التسديدة بقوة، وجود المدافع بوشريط بقوة أمام عزي أيوب. الكرة في العمق كانت رائعة، ولكن دفاع الأولمبي حاضر وصامد وقوي وجدار.